والنهارده هقول لك معلومه حلوه قوي، يا ريت تستفيدوا بيها وتفيدوا بيها اصحابكم. حاجه كده بقى ايه، ترند جديد. ازاي تحفظي الخضار من غير ما تحطيه في مصفى. حتى المصافي الجديده اللي بتتركب دي في الرف، برضو الخضار بيرجع يعرق فيها، وبيحصل ان هو ايه، بيبوظ مننا وبيدبل. خصوصا الخيار. طبعا انتوا عارفين الخيار عشان تحفظيه كويس بتقعدي تلفيه طبعا كل واحده في منديل، وبعد كده تحطيهم في علبه وبتقفلوا عليهم. والليمون كذلك الامر، يا اما ورق كراسه ابيض، او تحطيه مثلا في بطرمان الليمون، وبرده بتحطي معاه معلقه استانلس، والكلام ده كله برده بالليمون بيبوظ، بنرجع نقفل. امال نعمل ايه؟ في بقى حاجه حلوه بقى جديده طلعت، وفعلا حافظت الخضار، وكمان خصوصا الخضره. بس الخضره تغسليها وتسيبيها تصفي كده على مصفى كده بتاع 10 دقايق ربع ساعه، وتدخليها منديه كده جوه الحاجه اللي انا هقول لك عليها. والطماطم بقى نفس الحكايه، والخيار بقى مش هتحتاجي ان انت تلفيه ولا